السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو درته خصيصا يعني البنات اللي مازال ما خدموش شي حاجه كارديوسوم ولا بنياتهم. غنشارك معكم واحد الرشيمه اللي كتجي زويونه وسهله في نفس الوقت، يعني دغيا يمكن لك تطلعيها كما قلت لكم تخدم سواء في جلابه ولا قفيطينه كدير بنيته صغيره او لا حتى شي وحده كبيره، لانها كتجي خفيفه ماشي شي حاجه شارجي. داكشي علاش قلت لكم يمكن لكم تخدموها لبنياتكم. بزاف منكم دابا تكونوا كتقلبوا هكا على شي خديمه تكون زويونه وفي نفس الوقت كطلع دغيا ان شاء الله باذن الله. نتمنى نالنا الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهاد لابياس فهي جلابه ان شاء الله حتى نكملها غادي نشاركها معكم وتعجبكم. الرشمه هي هذه، راه غادي نحطها لكم بالنسبه للبنات اللي ياخذوها ويرسموا يعني بحالها. فهي نفسها اللي كنت خدمت واحد القفيطين، جات روعه، خدمتها كلها بالذهبي. وهنايا غنخدمها في جلابه اللي نصدق وفي الكميمات. فكما قلت لكم حتى تسالي وغادي نشاركها معكم. ها هي الرشمه كما قلت لكم باش تشوفوها كيفاش دايره ترسموا بحالها ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للبابي اللي كنخدم به، بزاف ديال البنات كيصيفطوا لي في الانستغرام كيقولوا لي راه كنشريو يعني البابي ما كيخرجش لهم الرشمه مزيان. فانا هذا اللي كناخذ اكاديمي، كناخذ داك الكبير كيدير 10 دراهم، ولكن راه كيبقى عندكم مده يعني كتنساي شي حاجه سميتها البابي. دائما انا كنخدم بالابيض، ما كيوسخ ما والو وزوين، يعني كتبقى ما كيتمسح ما والو، كتخدمي باريحيه. خاصك غير تكوني يعني راسمه الرشمه ديالك مزيان. بالنسبه للالوان اللي دخلت، فالتوب هنايا كيبان انه راه بيستاش، فهو في واحد الخزيزي يعني مفتوح. ما عطيش هنا اللون ديالو بحال هكا تقريبا. هو دابا اللون كيبان لكم. دخلت كما قلت لكم 4 اللوينات، واحد الموف بارد والمارون ابيك هذه اللوينات، ودرت ليها الزيتي والبيج كلهم ماتسونو. وزدت لها هاد البيرلات هما اللي درت لها، ما بغيتش ندير لهم ندير لها دوك الاخرين هكا باش ما يضيعوش ليها الثوب. الجلابه ماشي بحال القفطان، لان الجلابه كتلبس دائما ماشي بحال القفطان كيتلبس غير مناسبه. داكشي علاش قلت ندير لها هاد البيرلات، فحتى هما كيجيو زوينين صراحه. راه صغيورين، هنا الكاميرا كتبينهم شويه كبار ولكن هما راه صغيورين، فيهم حتى الكبار. ولكن اللي كتعرف الذوق ديالي يعني اللي متبعني غادي تعرف بلي انا عزيز عليا الحاجه اللي كتكون صغيره متيوله. بالنسبه كيفاش غادي تحط الرشمه، راه نفس البلاصه يعني نفس كما درنا لكم، راه غادي تجي في نص يعني كترسمي الجهات بجوج، غادي تجمعهم بالفنيته وغادي ترسمي مره واحده باش يجيوك مطابقين بحال. فكما قلت لكم راه لابياس من غادي تكمل غادي نصورها لكم يعني بلي ديطاي ديالها باش تشوفوا تكون عندكم هكا فكره على الرشمه كيفاش كتطلع. صراحه انا راه ما غاديش يعني تكون عندكم فكره كيفاش غادي تطلع الجلابه حتى نكملها ان شاء الله. كما قلت لكم غادي نصورها لكم بلي ديطاي وتشوفوا النتيجه ديالها، وتقولوا لي في التعليق كيفاش جاتكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وخليوا لي في لي كومونتير شنو هما الفيديوهات اللي تبغيو يعني نبارطاجي معكم، واش تبغيو نشارك معكم بحال هكا الرشيمات واللوينات اللي كنخدم بهم التطبيقات ديالهم. نتلاقاو في فيديو جديد، غنشارك معكم جليلبات اللي وجدوا الكليان. من هنا كنقول لهم بالصحه والراحه، وتشوفوا حتى نتوما تاخذوا افكار علاش لا. فنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، البارطاج ديالكم. اي وحده عرفتيها كتخدم بارطاجي معها الفيديو هكا للاستفاده، فهي غادي تستافد بزاف خاصه كلشي كان معلومات في هذه الوقيته، فكيحتاج هكا الجديد رشيمات يعني جداد، افكار على اللوينات. نتمنى ان نلقاكم بخير وعلى خير فيديو جديد، ومع السلامه.